مروة حسان، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية التجارة جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، ومرشحة حزب الجبهة الوطنية عن محافظة الدقهلية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر. الحقيقة خبرتي الأكاديمية والإدارية والتدريبية على مدار سنوات طويلة داخل جامعة المنصورة وغيرها من مؤسسات الدولة، وكدبلوماسي سابق مثلت مصر بالخارج واشتغلت بالعمل العام، بالإضافة لعملي في مجال الاستشارات والتخطيط الاستراتيجي عززوا من قدرتي على توصيف المشكلات وتحليل مسبباتها، وإزاي نحول الأفكار لمشروعات على أرض الواقع بحيث تساهم في تحسين حياة المواطن. وكمان ده زود إيماني بأهمية بناء الإنسان المصري من خلال تنمية قدراته وتمكينه اقتصاديا. أؤمن إن العمل العام رسالة ومسؤولية، وإن البرلمان من خلال أدواره التشريعية والرقابية إذا مورست بشكل ناجح، خاصة وإحنا بيفصلنا 5 سنوات فقط على الوصول للحلم المصري في 2030، هنقدر نحقق العدالة الاجتماعية بشكل ملموس والتنمية الاقتصادية الشاملة في كل ربوع مصر. أضع على رأس أولوياتي دعم التشريعات اللي بتمكن المرأة والشباب اقتصاديا، لأن ده هيقدر يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن جودة حياة المواطن. رسالتي لكل المصريين: انتوا القوة الحقيقية لبناء الوطن، بصوتكم الواعي ومشاركتكم الفاعلة هنقدر نصنع مستقبل أفضل لأبنائنا ونوصل بمصر للمكانة اللي تستحقها. مروة حسان، مرشح حزب الجبهة الوطنية عن محافظة الدقهلية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.